بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ طبعا متعودين مني ان انا بحب اتكلم في مواضيع مش غريبة، بس مواضيع يعني في حياتنا حاجات عادية اي حد يسمعها فعلا لا الكلام ده فعلا مظبوط يمشي معانا. اوقات الانسان مننا يقعد ويسرح مع نفسه ويفكر في حاجات عدى عليها سنين. يعني اوقات اقعد مع نفسي كده واسرح واتخيل اقول الله، امال صاحبي فلان اللي كنت زمان بحبه قوي وبيحبني واستحالة اعرف يعدي يوم من غير ما اشوفه. الله، ده انا دلوقتي بقى عندي كام سنة، ده انا اتجوزت وخليت. صاحبي اللي انا ناسيه ده اللي كل كام سنة بيجي في بالي، طب هو فين؟ ازاي انا قدرت اعيش من بعده السنين دي كلها مع اني كنت متخيل ان اني عمر في حياتي ما يجي عليا يوم انساه فيه. اوقات اقعد مع نفسي واسرح اقول الله، ابويا اللي كان نورت البيت، اللي هو كان عمود البيت، ابويا فين؟ معقول انا يعني قعدت المدة دي كلها ناس ابويا؟ معقول قدرت اعيش اكل اشرب اروح اتفسح اهزر مع اولادي اتجوزت؟ الله، طب فين ابويا اللي رباني؟ فين ابويا اللي كان بيحرم نفسه من اي حاجه حلوه عشان يديها لي؟ معقول هو ابويا خلاص ما عادش موجود في الدنيا؟ ابويا اللي كنت امثل قدامه ان انا عيان عشان يقعد يدادي فيا ويحب فيا واجيب لي حاجات حلوه وزعلان؟ فين امي الله يرحمها؟ فين الست الطيبه الست الحنين اللي كانت نظرتها ليا بالدنيا وما فيها، ضحكتها كانت بالدنيا وما فيها؟ الله، ابويا وامي دول راحوا فين؟ انتوا متخيلين يا جماعه؟ كل واحد فينا كان ليه مثلا حد عزيز عليه ما عادش ليه اي وجود في الدنيا. فين ابويا؟ فين امي؟ فين الناس اللي انا كنت رامي همومي وحمل عليهم ماشي في الدنيا دي دماغي هس؟ اهم حاجه لعبي وضحكي وهزاري ولبسي وفرحتي، اما الهموم دي لا، ماليش في الهموم، ابويا وامي يشيلوها. انا كنت لما اتعب شويه كان ابويا الله يرحمه يحط ايده على راسي واقرا ايتين معينين ودعاء معين اقوم. الوقت الواحد لو تعب 24 ساعه علاجات، معقول الناس دي ما عادتش موجوده خلاص؟ ما عدناش هنشوفهم يعني، وانا عايش احلى واجمل ايام معاهم. ممكن اتخيل ان انا هيجي عليا الوقت واعيش لوحدي والواحد بيفتكرهم كل حين ومين؟ الله، طب صاحبي فلان راح فين؟ طب الست جارتنا الحاجة فلانة هي فين الوقت؟ طب فين انت الست الطيبة اللي كنت لما اخش عليها الاوضه الاقيها حاطه قدامها كام كيس مع بعض، تمد ايدها تديك تفاحه، تمد ايدها تديك موزه؟ الناس دي معقول اختفوا؟ كانت فتره وراحت لحالها خلاص؟ معقول انا بالوحشه دي؟ معقول الواحد يعني قلبه قاسي للدرجات دي؟ معقول قدرت انساهم؟ معقول الدنيا لهتنا عنهم؟ فقعدت افكر لقيت فعلا احنا مش بننسى، وكل لحظة حلوة انت عشتها او عاطفة حلوة انت عشتها مش بتتنسى، بتدفن جواك وسط مشاغلك وديونك وتعبك، وفجأة الذكريات دي بتجيلك على شكل حلم وانت نايم تحلم بالحاجات اللي عدت عليك والايام الجميلة اللي انت. فدايما الاحلام هي اللي بتصحي او بتخبط على المخزون اللي جواك، اللي هو فيه كمية الذكريات اللي انت عشتها قبل كده، ولمدة ثواني بس اثناء الحلم تلاقي نفسك دخلت في العالم بتاعك القديم اللي انت كنت بتحبه. او لو حد زعلك، يعني لو حد زعلك فجأة تلاقي دماغك رجعت بالذاكرة تفتكر زمان، ممكن تدمع وتزعل وتفتكر حاجات اصلا اللي كانت بتحصل لك زمان. احنا كان زمان عندنا ست جارتنا عندها هجمة، لو حد زعلها حتى لو عيل صغير زعلها بكلمة تقعد تعيط. لو كانت عايشه الله يرحمك يا اما، وهي اصلا الست عندها 100 سنه، مجرد مثلا حد ضايقها او زعل فلمس الاحساس بتاعها فافتكرت اجمل ايام حياتها اللي هي كانت عايشاها معاهم. معلش هو كلام النهارده يعني غريب شويه، يعني هما كلمتين اجوا في بالي كده وقلت اطلع افضفض معاكم بهم.